وصفة الآيس كريم اللي بجد تستاهل توصل لكل الناس، جِبت لكم السر من داخل مصنع أو محلات الآيس كريم وعربيات الآيس كريم، إزاي الآيس كريم بيكون حلو أوي كده وبيكون طعمه خطير من غير لا فاكهة ومن غير حليب ومن غير أي إضافات خالص وسهل واقتصادي جدًا، جدًا. السر ده بجد خطير وطعمه في حتة تانية، لازم تحطّوا لايك لإن بجد الفيديو ده لازم يوصل ل1.000.000 مشاهد. أول حاجة هنعملها هنجيب معانا لتر من المَيّة، أيوه هيتعمل بالمَيّة بدون أي حاجة، هنعمل آيس كريم مانجا من غير مانجا ومن غير حليب ومن غير أي إضافات، حاجة سهلة وبسيطة والطعم حكاية. لتر المَيّة سجّلي معايا كده أو اكتبي ورايا، هنضيف له 10 معالق كبار مليانين من السكر، وهنضيف كمان معلقتين من عسل الجلوكوز، لو مش موجود عندِك هتضيفي بدالهم عسل أبيض، مش موجود هيبقى شربات تقيل، وهاضيف على لتر الحليب معلقتين كبار مليانين من النشا، هُم معلقتين من النشا بس، ممكن نضيف معلقتين من الكاسترد، والأصل أصلًا في الوصفة بتاعتنا إن إحنا بنضيف معلقتين كبار لكل لتر من المَيّة من الكريم باستري، الكريم باستري ده هو نشا على البارد بنجيبه من أي محل خامات حلويات أو من أي عطار، بس للأسف أنا ما لقيتهوش بصراحة عندي، فاضطريت إن أنا أعمله بالنشا. أنهو أفضل؟ لأ، الكريم باستري أفضل وهي دي الطريقة الصح، وبتجيبيه من أي يعني من أي محل خامات حلويات، سعره رخيص جدًا، جدًا، وأحسن إن هو بيربط على البارد، يعني مش هيحتاج إن أنتِ ترفعيه على النار زي النشا، أنا بقى علشان مستخدمة نشا هارفعه على النار، لكن لو أنتِ استخدمتِ الكريم باستري هتحتاجيه من غير نار ولا أي حاجة خالص. هنرفع ده على النار وتعالوا بينا نجهّز الخطوة التانية. جِبت معايا بولة وهاخد معايا معلقة من الجيلاتين، أيوه ده جيلاتين بييجي من عند العطار، هتقولي له عايزة جيلاتين بودرة، فهيدّيكِ الجيلاتين دول ب5 جنيه يعني مش غاليين ولا حاجة، هاخد منّهم معلقة كبيرة مليانة، باحطّهم كده في بولة وباحط عليهم مَيّة عادية جدًا من الحنفية، وبابدأ إن أنا أدوّبهم كويس جدًا، جدًا وأتأكد إنّهم دابوا. فايدة الجيلاتينا إيه؟ الجيلاتينا دي اللي بتدّينا المَطّة أو سر المَطّة في الآيس كريم، طبعًا اللي ب5 جنيه ده الكمية دي هتكفّيكِ لكذا مرّة بعد كده، هادوّبها بقى كويس جدًا، جدًا زي ما إحنا شايفين كده وأتأكد إنها دابت، بُصّوا القوام بتاعها عامل إزاي بتحسّي إن هو بيتقل كده، هاركنها بقى على جنب كده زي ما إحنا شايفين ونروح بقى نشوف الخليط بتاعنا، هنا كنت باورّيكم إن أنتِ كل لمّا تسيبيها أكتر هتلاقيها بتتقل معاكِ ولو سِبتيها أكتر يعني فترة أطول هتلاقيها ربطت معاكِ، طَب نفُكّها إزاي؟ هاقول لِك دلوقتي هتفُكّيها إزاي، هنروح الأول للمهلبية بتاعتنا اللي على النار وهنبدأ إن إحنا نقلّبها، هي قوامها بيكون خفيف يا جماعة، أهم حاجة وهي على النار إيدِك فيها تقليب مستمر علشان ما تكتّلش معاكِ، عايزة القوام كده يكون juicy كده وحلو أوي، هي بتكون قوامها خفيف مش تقيل ولا حاجة، أهو زي ما أنتم شايفين هنا كنت باوضّح القوام ليكم بالضبط، هو ده القوام المطلوب، لو وصلتِ لحد هنا وما حطيتيش لايك حُطّي لايك كده وشيّري الفيديو ده لكل حبايبِك، لإن بجد الوصفة دي تستاهل. اعذروني في الإضاءة لإن الring light أصلًا مش موجود عندي وأنا باصوّر من غيره، فلمّا أجيبه هتلاقوا الإضاءة أفضل من كده بكتير، وده سر إن المشاهدات عندي زي الزفت. هنا باقول لكم بُصّوا القوام بتاعها حلو أوي، زي ما أنتم شايفين كده، هاحط عليه الأول معلقتين الجيلاتينا، وأحط عليه معلقتين العسل الأبيض أو معلقتين عسل جلوكوز، أنا حطيت معلقتين عسل جلوكوز، مش عندِك حطي معلقتين عسل أبيض، مش عندِك حطي شربات تقيل، المهم تحطيها لإن فايدتها بتمنع تجريشة التلج، يعني بتمنع الآيس كريم يعمل كريستالات تلج كده، أو لمّا تيجي تاكليه تحسي إن هو فيه تقريشة كده أو بيقرش شبه التلج كده أو فيه مَيّة. ونيجي بقى للطعم الخطير، إحنا هنعمل آيس كريم مانجا من غير مانجا ب5 جنيه، آه والله كيس كده ببلاش هتجيبيه من عند العطار، كان نِفْسي بجد أجيب بطعم التوت بس للأسف ما لقيتهوش، لو لقيته هاجيبه وهاعمله معاكم بُصّوا خطير في حتّة تانية، تقدري تجيبي بقى كذا طعم وتشكّلي كده وتفرّحي أولادِك بمكونات ولا أسهل ما يمكن. لتر المَيّة هنضيف لها كيس واحد زي ما إحنا شايفين كده، ده مانجا، فهنعمل آيس كريم مانجا زي بتاع العربيات وزي بتاع الحلواني أو المكنة اللي إحنا بناكله من برّه. أنا هنا كنت باضيف زي ما قُلت لكم عسل الجلوكوز زي ما أنتم شايفين كده،
وبابدأ إن أنا أدوّبه كويس وهو سُخن طبعًا هيدوب معايا ما فيش مشكلة خالص، وبدأت إن أنا أنزل بالكيس بتاعي. عايزة أقول لكم بس الجيلاتينة لو سِبتيها شوية ولقيتيها مسكت معاكِ، لمّا تحطّيها على الخليط ده وهو سُخن هتفُك معاكِ وهتشتغل معاكِ على طول. تمام كده؟ تمام كده. هادوّب بقى الخليط بتاعي ده كويس جدًا، جدًا زي ما إحنا شايفين كده. أنا بقى هاسيبه يبرد شوية، يعني يكون في درجة حرارة الغرفة علشان أضيف له الخطوة التالتة اللي ما فيش أسهل ولا أحسن منها. بادوّب بقى كويس كده، كويس كده، باتأكد إن كُلّه تمام وكُلّه امتزج مع بعضه كده، وكل أمّا تقلّبي هتلاقي القوام تقِل معاكِ شوية، بُصّوا شبه الآيس كريم السايح كده، كده تمام التمام. طعمه يا جماعة رهيب، وفايدة الأكياس دي إنها بتدّيكِ النكهة القوية مع اللون القوي، مش محتاجة تضيفي لون أو تعزّزي اللون أو أي حاجة خالص. وهنا بقى لمّا بِرِد وبقى في درجة حرارة الغرفة، جِبت بقى 4 معالق من الكريم شانتيه الخام. 4 معالق بس مش أكتر يا جماعة، لو أنتِ ضايفة مُحلّى ممكن تشيلي معلقتين سُكّر عشان ما يكونش مسكّر أوي. ضِفت 4 معالق كريم شانتيه خام على اللتر المَيّة زي ما إحنا شايفين كده، أظن ما فيش اقتصادي أسهل ولا أوفر من كده. هادوّب بقى الخليط، بُصّوا أصلًا دلوقتي أنتِ هتلاحظي إن القوام شبه الآيس كريم السايح كده بالضبط، تقيل وفي حتّة تانية يا جماعة. هابدأ بقى إن أنا آخُد الخليط بتاعي ده، هنا كنت بادوقه، باشوف طعمه عامل إيه، وجِبت أكياس تخزين وحطيتها عندي في دورق كده علشان يسهِّل عليّا الصَّب بتاعها، وحطيته في كيسين علشان يتلِّج معايا بسرعة، ما ياخدش معايا وقت طويل، خلاص كده؟ وبدأت إن أنا أحُطّهم كده في الأكياس وأحُطّهم عندي في الفريزر. هياخدوا قد إيه في الفريزر؟ والله على حسب برودة أو تبريد الفريزر بتاعِك. أنا سِبتهم بصراحة حوالي 4 ساعات لمّا ما جمدوش أوي بقوا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. هابدأ إن أنا آخُدهم وأحُطّهم عندي في بولة. أنا ما سِبتهمش يجمدوا جامد علشان طبعًا أنا هاعملهم بالمضرب الكهربا، فاخاف المضرب يتحرق والّا حاجة، فسِبتهم كده. لو أنتِ عندِك ماكينة الآيس كريم تحفة جدًا بقى يا سلام، هيدّيكِ النتيجة مليون المِيّة. مش عندِك هتشتغلي زي ما إحنا شغّالين كده. طبعًا بتفرق بقى هنا النتيجة النهائية على الضرب بتاعِك أو قوة الضرب بتاعِك. هتستخدمي مضرب يدوي هتاخد منِّك وقت أطول. ممكن كمان تستخدمي عارفين أنتم الإيد الخشب أو المَدَقة الخشب بتاعة الهون، لو هي خشب تقدري تستخدميها لو هو متلج جامد وتحصلي على نفس النتيجة، بس هياخد معاكِ وقت أطول. وممكن بقى تستخدمي العجان هيكون أحسن من المضرب الكهربي بكتير، بس أنا بصراحة ما عنديش العجان، فلو أنتِ عندِك استخدميه هيكون أحسن. فضلت أضرب بقى كده حوالي 8 دقايق والّا حاجة لمّا اللون افتح معايا زي ما أنتم شايفين كده، وبُصّوا بقى القوام بقى كريمي وفيه مَطّة، بجد يا جماعة أقسم بالله خطير، بجد من أنجح الطرق وأوفر الطرق وأسهل الطرق اللي أنا عملتها، والأهم إنها عجبت الولاد جدًا. شايفين المَطّة عاملة إزاي؟ بُصّوا يتاكل كده. عايزة أقول لكم الولاد كانوا عايزين ياكلوه في المرحلة دي. يعني كنا بنتخانق مع بعض، سيبوه، طب سيبوه أحطه لكم هنا ما فيش. بصراحة كل واحد منهم أخد لهم كده بولة صغيرة علشان هم عايزين ياكلوا منه وهو سايح كده. أقنعهم إن هو لازم يتحط في الفريزر ما فيش فايدة خالص. عارفة بقى أنتِ اضربيه أكتر، كل ما تضربيه أكتر كل ما تاخدي المَطّة أكتر. هنا بقى أنا حطيت العلبة دي، بس أنصحكم إن أنتم ما تجيبوش البلاستيك ده يا جماعة، جيبوا السيليكون. البلاستيك ده مُتعب جدًا لمّا بتيجي تخرّجي الآيس كريم منّه بعد كده، بس ما فيش مشكلة إحنا ما بنغلبش. هتجيبي شوية مَيّة سخنة وتحطّيهم فيها لمدة دقيقة واحدة، هتلاقيها بتخرج معاكِ بكل سهولة. خلاص كده؟ هابدأ بقى دلوقتي أحطهم عندي في الفريزر، بس لازم طبعًا نغطّيها، هي مش جاي معاها غطا فبنغطّيها كده بstretch wrap أو ممكن كمان ورقة فويل، المهم إن هي تتغطى ما تتسابش كده. وهابدأ أحط باقي الخليط عندي في علبة. بصوا بقى القوام فيه مَطّة عاملة إزاي، شايفين؟ يا رب يكون واضح ليكم. التصوير زي ما قُلت لكم تعبان جدًا، أنا باصوّر من غير ring light وبجد والله العظيم التصوير ظالم. التصوير ده لو تصوير كويس النتيجة أنا عارفة هتفرق. ده اللي مودّي الفيديوهات بتاعتي الأرض ومش جايبة مشاهدات خالص، إن أنا باصوّر بكاميرا التليفون العادية من غير أي إمكانيات. بجد لو التصوير حلو هيفرق جدًا، جدًا وهتشوفوا صور أفضل من كده بكتير. أنا سِبتهم بقى يعني في الأول تلّجوا قبل ما أضربهم 4 ساعات وضربتهم بالمضرب كويس جدًا. عارفة بقى أنتِ لو تقدري تضربيهم مرّة و2 هيبقى أفضل بكتير جدًا، بس أنا طبعًا يعني عايزة أقول لكم بُصّوا،
يعني الولاد كانوا بيفحّروا فيهم والله، كانوا بيروحوا كل شوية يفتحوا الفريزر ويبُصّوا عليهم، يعني عايزة أقول لكم كُنّا بنتخانق، يعني الحمد لله إن أنا لحقت أصوّرهم، أنا صحيت بدري قبل ما يصحوا من النوم علشان أصوّرهم لكم، لإن لو صحيوا أنا مش هاعرف أصوّرهم، وهُم أصلًا صحيوا بقى وأنا باسجّل دلوقتي وأنا باصوّر، يعني سمعوا صحيوا هُم بُصّوا عمالين يسألوا على الآيس كريم، دول بقى اللي كنت عاملاهم تحفة جدًا، طبعًا اللون غامق عن كده بكتير، الطعم رهيب يا جماعة، ما فيش أي كريستالات تلج خالص، بُصّوا شايفين أصلًا القوام عامل إزاي، شايفين الطعامة والفخامة، يعني بجد رهيب، رهيب، رهيب. أنا لقيت المعلقة ديًّا شبه الكُبشة الصغيرة كده في شنطة المعالق، قُلت هي دي بقى بتاعة الآيس كريم بما إني أنا مش لاقية معلقة الآيس كريم. عايزة أقول لكم بجد رهيب يا جماعة وما شاء الله عامل كمية محترمة، يعني الولاد أكلوا منّهم يومين متواصلين، كل شوية عايزين آيس كريم، عايزة أقول لكم يعني بُصّوا ما فيش، بجد يعني أكلوا أكتر من مرّة في اليوم، قوامه تحفة، طعمه فوق الفظيع يا جماعة، كريمي جدًا، جدًا، ما فيش كريستالات تلج خالص، خالص، أنصحكم إن أنتم تعملوه وتوفّروا على أولادكم، الجو حَر جدًا ومحتاج إن إحنا نرطّب على قلبنا بحاجات كده وعارفين الآيس كريم برّه سعره غالي جدًا، شوفوا الآيس كريم هنا كان ساح إزاي من الحر، فطعمه رهيب يا جماعة، القوام أغمق من كده بكتير، الصور وحشة جدًا اعذروني، فأتمنى إن أنتم تشيّروا الوصفة دي لكل حبايبكم علشان الكل يستفيد، وأتمنى إن أنتم تجرّبوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه في الكومنتات، وما تنسوش اللي جرّبها ييجي يقول لي الوصفة بقت عاملة إزاي، واللي يلاقي التوت يعمله كده وينزّل لي الصور بتاعته على الفيسبوك. على صفحة أحلى وصفة على الفيسبوك هتلاقوها بنفس الاسم، دمتم في حفظ الله والسلام عليكم.